شايف اللي بتتباس قدامك دي؟ العروسه طلعت وقالت على اللي بتبوسها انها طول عمرها مرميه في لا مؤاخذه احضان الرجاله، فقامت اللي بتبوس قالت على اللي بتتباس انها لا مؤاخذه بتضرب حاجات معينه. يعني تخيل ايه مثلا اللي ممكن يخلي عروسه تطلع يوم صباحيتها في الساعات المبكره بربع الصباحيه تقريبا علشان خاطر تشلف لواحده كانت معزومه في فرح اللي هو فرح. القصه باختصار ان الشاب اللي حضرتك بتشوفه قدامك على الشاشه ده اسمه مسلم، وهو مطرب مهرجانات معروف. قرر انه يتجوز تقريبا المره الثالثه للرابعه، ما بعدش يا جيمي لحد هنا والدنيا زي الفل. واللي بتشوفها قدامك دلوقتي على الشاشه فهي يارا تامر الزوجه الحاليه، والله اعلم مكمله معانا شويه مع مسلم ولا مش مكملين. المهم الناس دي عملت فرحها والدنيا زي الفل، وكالعاده وقبل ما ينزل الاخبار وتنزل الفيديوهات والله كنت واثق ان الفرح ده مش هيعدي على خير كده بدون نوش وقلب الدماغ. البنت اللي بتشوفها قدامك على الشاشه دي اسمها اروى قاسم، والمفروض ان هي بلوجر. المشاكل بدات بقى من بدري سيكا، اولهم البدله اللي كان لابسها الاخ مسلم واللي كان تحتها بادي الله اعلم شكله عامل ازاي، اللي بيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. بس ده مش مربط الفرس يا عزيزي، في مشاكل تانية اكبر من الموضوع ده اللي خلت العروسه تطلع بالروب بتاع الصباحيه. لب المشكله فين بقى؟ اللي ظهر في الفيديوهات ان مسلم تقريبا ما قدرش يمسك نفسه وهو في فرحه بدون ما يحجز العروسه القادمه، اللي هو قال لك الحق من دلوقتي عشان تقريبا ممكن ننفصل، الله اعلم ازاي ما تعرفش. فقرر واروى بتصوره ويقول يا جماعه العروسه القادمه، فردت اروى وقالت له يا مجرم ده احنا في قلب فرحه يا جماعه وبيقول ايه؟ طب الكام لقطه دول حصلوا بره في اول الفرح اول ما مسلم جه، كام لقطه دول اتصوروا بس مش من موبايل اروى. فقررت اروى توثق اللحظات السعيده وهو بيقول لها العروسه القادمه، وتستغل وجود مسلم جوه وتاخده وتصور معاه سيلفي فيديو وتقول مجرم يا جماعه بيقول لي العروسه القادمه. كل ده والاخت يارا زوجة مسلم الجديده ما تعرفش حاجه عن اللي داير، عروسه بقى وفرحانه والجو ده، لحد ما يا مسلم عروسه مسلم روحوا البيت. فتقريبا حد ربنا هداله نفسه فقام عامل ايه؟ فقام موري ليارا الفيديوهات او بعتها لها. تسكت يارا؟ يمين بعظيم ابدا ما انت داخل يا مسلم غير لما اقلب الدنيا دي كلها. وتقوم طالعه في الساعات المبكره من صباح يوم الصباحيه وتمسك اروى غسيل ومكوى حرفيا واديتها من المنق خيار. ابرز بقى اللي قالته في الفيديو ده اللي قعد تقريبا 5 دقايق. استفدت ايه يا حبيبتي؟ ريتش واتعمل لك بلوك في الاخر. التصريحات اللي انت بتشوف جزء منها قدامك على الشاشه دلوقتي، وابتدت تديها بقى كلمات زي دي مش اخلاق بنات، والراجل لما بيشوف الست سايبه بيتمادى معاها، وانها احنا عارفين من زمان انها طول عمرها مرميه في احضان، يعني حاجات اعراض ما ينفعش نتكلم فيها، هي اتكلمت فيها عادي. اروى تسكت؟ ازاي انت دماغك ترتاح؟ ازاي انت لازم تصدع معاهم؟ تقوم اروى منزله ستوري بتتهم فيها يارا انها بتاخد حاجات في الكانولا، حاجات انت فاهمني صح؟ واستدلت بالصوره بتاعت يارا هي ومسلم وهم ماشيين مع بعض ويارا كان في لزقه كده مكان كانولا. وبعدها بشويه اروى راحت منزله ستوري في سكرين شوت او عباره عن سكرين شوت لمحادثه ما بينها وما بين مسلم وهو بيعتذر لها وبيقول لها حقك بالقاف عليا. انا من بعد جمله حقك دي انا اتقفلت ان انا اكمل لكم المحادثه بتاعته. ولحد الوقت اللي بكلم فيه حضرتك وبيتعرض لك الفيديو لا زالت المشكله واتقسمت فرق، يعني دي فرقه مسلم ويارا ودول فرقه يارا ودي فرقه اروى، ودي ما كانش عندها حق ودي عندها حق، واحنا نستاهل كل الدوشه والصداع ده. وما كانش ينفع يعدي فرح مسلم في ساغورس الاول بدون القصص اللي احنا شايفينها ودايره قدامنا دي. وانا كنت هسكت وما كنتش هتكلم لحد ما قلت هو احنا واصلين لمرحله صعبه قوي، احنا بقينا بنركز في حاجات ما بقاش ينفع نركز فيها او ما ينفعش نركز فيها، زي ان مسلم لابس بادي شفاف تحت البدله، وزي ان مراته اتخانقت مع واحده بلوجر وتاني يوم شلفت لها على العلن. ايه المرحله دي؟ حد يفهمني ايه المرحله اللي احنا واصلين لها دي؟ هل ده بقى الذوق العام للناس؟ هل الناس توجهها وفكرها وصل لمرحله ستات اللي هم قاعدين قدام المصاطب اللي بيقعدوا يحكوا العروسه كانت لابسه ايه واتخانقت مع مين؟ وهل من الطبيعي ان عروسه تطلع يوم صباحيتها تعمل كده؟ وهل كل ده حلم ولا علم ولا دي احلام عصاري ولا في ايه بالظبط؟ اللي يعرف يجاوب.